نتواجد أمام بوابة مستشفى الحسني. داخل المستشفى استنفار إلى أقصى درجة، حضور جميع يعني الطاقم الطبي، حضور السيدة المندوبة كذلك المديرة. السبب هو أنه قبل يعني تقريبا 40 دقيقة على الطريق الرابطة بين بوعرق وقرية أركمان حذرنا مرارا وتكرارا، وجهنا رسائل مرارا وتكرارا. هذه الحنجرة بكل أمانة قلتها ولكم أن ترجعوا إلى المباشر، أنه تأهيل الطريق لابد يعني من دراسة مشروع له مدة إنجاز من مدة كذا وكذا وتراعي فيه جميع القوانين. لكن للأسف الشديد أبريد الطريق ديال قرية أركمان خطر وموت بالنسبة للساكنة ديال بوعرق، ديال الناس ديال كابامينتو، الناس ديال قرية أركمان التعاونية، الناس اللي غاديين رأس الماء، كل الناس اللي جايين باش يزوروا الناظور وكيجيو عن طريق يعني الطريق الساحلية اللي كيجيو من السعيدية. قلنا لكم مرارا وتكرارا يا رئيس الجهة، التأهيل ديال الطريق مزيان، نصوبوا البنية التحتية مزيان، ولكن هذاك عنده قانون. ما كاينش التشوير الطرقي، ما كاينش الإنارة العمومية، ما كاينش الإنارة. وبالتالي اليوم وقعت حادثة مشاو فيها يعني الألطاف الإلهية ولله الحمد. كيف ما كتشاهدوا راه حركة مرور أمام المستشفى الحسني كبيرة بزاف. الناس الأمهات جايين دابا، الناس راه يعني خايفين على الأرواح ديال الأبناء ديالهم، متمدرسون في السلك الإعدادي وكذلك الثانوي، ومنهم أطفال كذلك في الابتدائي. تقلبت بهم الحافلة وجابوا في الدفعة الأولى جابوا 28 واحد وزادوا 19 واحد، المجموع 37 واحد. تخيلوا معايا المسؤولين ديال هاد البلاد، المسؤولين اللي قايمين على الأشغال ديال ديك الطريق، تخيل معايا أنه 37 أسرة لو كانت ترزات في الأولاد ديالهم. هادشي دائما اللي كنقولوه. أما بخصوص المستشفى بكل أمانة في جولة الداخل، لأنه غير مسموح أنني نصور. شكرا للأطباء اللي كاينين وحاضرين، شكرا كذلك للطاقم التمريضي اللي كاين، شكرا السيدة المندوبة اللي واقفة على جريها. إن شاء الله بخصوص ما كاينش ضحايا على مستوى الأرواح، وهذا الشيء الحمد لله أنه ما كاينش. راه حتى لي زومبيلونس مساكين حتى هما خدامين يعني كيعاونوا في هذا الموضوع هذا، والآباء راه كيجيو. إذا مين غينيغ خويا المسؤولين برلمانيين باش تسيون الطريقه يتجا تشكي الموت الصراحه. مرغم مثني وذان ويستناين الرئيس المجلس مبوعاق كان عليه انه قبل ما يوقع الفاس في الراس يكتب حتى هو مذكره لوحه ومينو. المسؤولين غاديين رئيس قريه أركمان ما عرفتش واش عندهم تواصل مع الجهه المسؤوله عن المشروع ولا ما عندهمش. واش حنا دائما وابدا يعني المشروع كنعرفوا غير في المليليه المحتله كيديروا كيف ما كنقولوا طرف بطرف، جزء بجزء، يصوبوا الجزء ويزفتوه، ولا يصوبوا راه يعني مقطوع، الطريق مقطوعه بجوج جوايه. راه الناس مقبلون على انه شهر رمضان، وشهر رمضان انتم عارفين. السيد رئيس الجهه الله يجازيك بخير، راه قبل ما يموتوا عباد الله راه شي مرات كنهضروا بلغه شعبويه وكنرفعوا صوتنا على اساس انه توصل لكم الميساج. سيد عامل اقليم صاحب الجلاله الله يجازيك بخير دخل في هذا الموضوع هذا قبل ما يتيحوا ارواح ويموتوا الناس ابرياء. ماتوا تما جوج شباب كنتحضروهم وكنتذكرهم وكنترحم عليهم، جوج شباب، واحد اللي تخرج بشهاده مهندس دوله وواحد كان كيخدم محاسب، مشاو للأسرة واحدة. النقطة الثانية مات تما طبيب كذلك. الناس اللي حوادث السير مرارا وتكرارا كتوقع، الناس اللي كيمشيو منا من الناظور باش يقصدوا وجه العلاج ديال الكونسير، شحال من واحد وقع عليه يعني لاكسيدون. لي زومبيلونس اللي خدامين من تما، الناس ديال الطاكسيات كيتشكاو
هنا كنتساءل، النقابه ضد الطاكسيات الهم ديالكم واش ديروا غير في جيوبكم؟ الهم ديالكم هو ديروا بيان على هذا الشيء هذا؟ راه الحوادث السير والناس اللي عندهم الطاكسيات كتستغلوا الجهل ديالهم. للاسف الشديد مرارا كنعاود لهاد الهضره تكرارا، راه الناس راه كتبكي لداخل، والحمد لله انه ما مات شي واحد. راه لو كان مات شي واحد راه غيكون عليكم وغتحملوا المسؤوليه ديالكم، سواء وزاره التجهيز، سواء المجلس ديال الجهه، سواء الناس اللي قايمين يعني العمالات الناظور والمنتخبون، كل شيء غيتحمل المسؤوليه ديال الارواح هادو، حيت كنخدموا بدون استراتيجيه، كنخدموا بدون روح المواطنه، كنخدموا كنهرسوا المجهودات اللي كيديرها محمد السادس الله ينصرو. زيد ولا وريدهم غيني غيثما يتقسن غطاس الحال اخمين نافع الصوت نغني غنساور خشان حاج يتقسن غير حال اقوم دارك الملكي ترحاقن الشرطه قتليني. اذا ما عليك يوقع شان طمك وبراهيم متشحد ذواني